السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اخواتي وحبايبي واصحابي، عاملين ايه وازيكم؟ ويا رب تكونوا كلكم بخير وفي اتم صحة واتم سعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. حبايب قلبي. طبعا انا النهارده جاي لكم في موضوع، يعني كنت ممكن اتكلم فيه من بدري شوية، ولكن ملحوقة. آه عايزة اتكلم في مناسبات العيد والكحك والحاجات اللي احنا في وقتها دلوقتي. كنت عايزة بس أتكلم مع الستات الجميلة، اللي بيبقوا نفسهم يفرحوا بيتهم وولادهم وحبايبهم، ومش قادرين، والظروف ملخبطة شوية والحاجة غالية جدا. واللي كانت بتعمل 10 يا دوبك عايزة تعمل كمية صغيرة على القد، وده المفروض نمشي على الوضع ده. لأني أنا لسه وما زلت بشوف ناس اخده ان هي تعمل كميات، يعني عايزه تعمل كميه، او بيتسبسب منها الكميه فعلا. يعني مثلا عقبال ما تقول ايه هعمل ايه، 3 بسكوت، 4 كحك، 2 بغريبه، 2 بتفور، مش عارفه ايه، تبص تلاقيها دخلت في 20 كيلو. تبص تلاقيها دخلت في 20 كيلو. آه طبعا انا لما اجي اعمل كميه كده، طبعا انا عايزه الحاجه تطلع كويسه. الحاجة عشان تطلع كويسة يبقى سمنة كويسة، يبقى الإمكانيات الإمكانيات كويسة. فكل دوت بيجمل. كمان عايزة يعني العادات بقى بتاعتنا، اللي هي ولادنا الكبار لازم يتجاب لهم عيد فوق يوم العيد. لا، خلي العيد للأطفال الصغيرين، يعني اللي معاها مثلا ولاد 4 أو 3 أو كده. اللي هم الكبار خلاص، يعني شابة بقت كده او مخطوبة حتى، فخلاص مش ألزم وقت العيد. انا كبرت خلاص، يعني عادي ما بخرجش، يعني مش حابة اروح فين. وبعدين ما شاء الله انت لو طقمتي اي طقم انت جميلة وبتعرفي كده تظبطي امورك، وبعد ما يعدي العيد بشهر ولا حاجة والدنيا تكون هدت تمام، نكونوا خلصنا بقى من جو. طبعا انتوا عارفين رمضان برضه بيبقى فيه مصاريف، تمام. الاكل برضه بيبقى يعني ما بيبقاش فيه اكلات قد كده، اللي هي ايه، عدس بصارة. ولكن في ناس بتعمل، والله مش ما بقولش هو ده ما بينفعش، بس يعني بنقولوا ايه، رمضان ايه بيحب الاكله الحلوه، خلاص كده. ولكن والله نعمه ورضا. حاجه بقى تانية عايزه برضه اتكلم فيها، هي وكذا صنف يتعملوا اكل. ليه اعمل 3 اصناف اكل ولا صنفين اكل كمان؟ صنفين اكل ممكن اعملهم في عزومه، ماشي، هعمل صنفين، ربما ما حدش ما يكونش متقبل الاكله دي فيتقبل اكله تانية. انما انا ما اعملش صنفين اكل. يعني عملت قلقاس، لا ما اعملش جنبهم بزله. ايه لازم اكله بالطماطم واكله من غير طماطم؟ انا والله بكلمكم بجد، بشوف ناس بتعمل كده ليه يعني. انا بقى عن نفسي بعمل قلقاس، بيبقى قلقاس جنبه الفرخه، جنبه حته اللحمه، شويه الرز بالشعريه وشويه المخلل رضا، والحمد لله، وشويه العصاير بتاعتك. فضل القلقاس، فضل شويه رز، ورز ما بكترش منه صراحه. يعني ما بكترش في الرز، يعني دوبك الرز لو كفاني كفاني تاني يوم. لو خلص في يوميها ببقى فرحانه جدا. ليه؟ بحب الرز بيكون طازه. تمام تمام. خلاص الاكل عندي خلص، ابدا ان انا اشوف وجبه تانية. انا جبت فرخايه، يبقى الوجبه اللي بعدها خفيفه شويه. جبت لحم، يبقى الوجبه اللي بعدها خفيفه شويه، وهكذا، والدنيا تمشي واحده واحده. خلاص كده. والله انتوا طبعا اكيد كلكم، يعني الواحد بيشرب كوبايه البلح، والله العظيم 3 الواحد بياكل كده، لكن هو يعني خلاص بسم الله ما شاء الله. يعني لو كلتش كوبايه الخشاب بتاعتك كده، يا رفعت السكر في جسمك وباور دخل في جسمك ودفى والدنيا تمام التمام. مجرد ما بتاكلي لقمتين كده اهوت بصوت بتلاقي نفسك شبعتي. فانا ما بنصحش باللي بيحط كذا صنف ويفضل بقى يسخن يسخن يسخن. الاكل بيبقى صعب يعني ما بيسخن. وفي كتير مننا لا جوازها بيرضوا ياكلوا اكل متسخن، ولا اولادهم بيرضوا ياكلوا اكل متسخن. طب وليه بقى انا اعذب نفسي واقول لهم حرام الاكل هيترمى، حرام الاكل هيترمى؟ طب انت بتعملي كتير ليه؟
لا ما اعملش كتير واكل يتحط في الفريزر. انما انت اذا بقى اتوجد عندك غيبي شويه وقومي ايه، غيري ملامحه. لو هتيجي تقولي جوزك ما بيرضاش او عيالك، غيري ملامح الاكل. خلاص كده اتفقنا. طيب جينا دخلنا دلوقتي برضو النصائح اللي عايزه اقولها لكم بالنسبه برضو للكحك والبسكوت والحاجات الجميله، فرحه العيد. احنا دلوقتي عايزه اقول لكم اقدر ان انا اعمل يعني كميه على قدي، واظبطهم وخليهم حلوين بحته سمنه حلوه نضيفه، واكل كحكتين بدل الكتره بسمنه. يعني وكتر والامكانيات مش، والحشو مش قوي طب وليه عامله زي ما بكون بتربي عيلين ولا بتربي 8 بالظبط. يبقى لما اكلف 2 احسن ما احسن يكونوا 8 ويتقعدوا عندي ويتبنخوا عندي كده، وافضل ايه العيال تقطم لا، انا اخد كميه صغيره واكلفهم ويبقوا جمال والحشوه بتاعتهم حلوه والحمد لله جربت. وحطينا طبق الكحك بتاعنا في العيد، حطينا شويه البسكوت، عدى العيد باسبوعين بكده وكلنا وشرب حلو قوي هو. خلاص بقى يا جماعه بقى المرحله بتاعت ان انا احط كده من السنه للسنه، خلاص ده زمن وعدى. ده زمن وعدى. انتوا عارفين اللي انا زعلانه عليه دلوقتي، بس مش زعلانه يعني مش زعلانه من الناس. الناس ما بقتش خلاص يعني اللي تعمل حاجه. كنا الاول كله بيدوق بعضه، والله العظيم 3. النهارده ما فيش حد، النهارده عدى لو حد جاب ما يقولكيش. فالنهارده زمن بقى خلاص، بقيتي خلاص كله قافل على نفسه وكله بيعمل خلاص. يبقى انت على ايه بقى تكلفي نفسك وتتعبي نفسك؟ وراعي ظروفك ولمي ايديكي شويه واعملي كميه صغيره وتفرحي بيها فرحه العيد ان شاء الله، وتاكلي ولادك بياكلوا بعد العيد ان شاء الله، يقعد معاكي شهر تمام التمام. حلوه قوي رضا. ان عوزتي ونفسك هفه عليكي وبيعملي ايه المشكله يعني؟ يا جماعه الدنيا ما بتخلصش ولا الضيق بيقف. بس عشان خاطر انا بتكلم ان المشاكل الزوجيه والبيوت بتاعتنا كلها بتيجي على المشاكل دي في اخر رمضان، ويبدا ال الست هنا شد اعصابها جامد جدا. ضغط هدوم العيد ما جاتش، وبعدين يبقى كله بيتكبس في شهر واحد. بجد والله العظيم احنا بنصعبه على نفسنا. انت بتبقي ولك البيت، ولك نفسك تقري قران وتختميه، ولك تجري ورا اولادك، ولك العيد والكحك والاكل والعزايم. ايه ده؟ ليه بنعذبه نفسنا كده؟ ليه بنعذب نفسنا كده؟ بجد والله العظيم 3 كله مجمل كده ورا بعض، ضرب 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 نار. ف... فانا نصيحتي برضو من ضمن النصايح بتاعتي النهارده، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله عودي نفسك في كل موسم وفي كل مناسبه، اعملي لها حسابها ووقتها، وحاولي ان انت يبقى قبلها. يعني انا مثلا عندي ابن او بنتي مثلا محتاجين مثلا هدوم مثلا عشان يلبسوها على العيد، او حاجات عندهم مثلا مستهلكه مش هتنفع، شكلها مش هيبقى حلو. وطبعا الاولى ان الاولاد هي تفرح، الصغار بالذات دول لازم يعني دول فرحتهم فرحتي، هم اللي بيحسوا بالعيد وفرحته وباللبس والكلام من ده. طيب ايه اللي يحصل هنا؟ ان انا اجيب لهم قبل وافضي نفسي منهم خالص، بحس رمضان وقته ضيق، يومه ضيق. وبعد كده ابص بقى اكون انا عامله ميزانيه، والله هعمل السنه دي 6 كيلو 5 كيلو كحك، يعني بمجمل بقى 2 كحك 2 بسكوت 1 غيبه، والحمد لله فرحت ولادي وكلوا واتبسطوا اول يوم العيد. خلاص الحمد لله. بلاش اعكن على نفسي ولا اعكن على بيتي. وحاولي، احنا ستات شاطرين، حاولي ان انت كنت تدبقي او تدبقي علبه سمنه اركنيها على جنب، كيس سكر اركنيه على جنب، جبت حاجه جبت كيس دي اركنيهم على جنب. هعمل وهفرح بيتي. والله والله الناس اللي بتشتكي وبتقول نفسي انا ما بعملش، والله لو عملت الكيلو يا جماعه بمقام 2 كيلو من بره. ان احنا العلبه بابا بتبقى ب 300 400 جنيه، ما فيهاش كيلو على بعض. طب ليه؟ ده كيلو سمنه على 2 كيلو دقيق، تمام، ما شاء الله ما شاء الله هيعملوا لك علبه وهتهيصي بيهم.
مفيش حاجة يعني بتبقى يعني بنقولوا ايه القليل ولا الحرمان، ان انا اعمل كمية صغيرة ولا ان انا اكون محرومة ما بعملش واخلي عيالي يشموا او يبصوا على اختي عاملة ولا كده عاملة ولا كده. الحاجة كمان اللي عايزة أتكلم فيها، الناس اللي بتشكي من المصروف وإن أنا ما بعرفش أجيب احتياجاتي. دايما وقلت لكم الجمعيات من الحاجات الجميلة اللي احنا بنقدر إن احنا بنرمي فلوسنا فيها، يعني الناس بالذات كمان اللي ما بتعرفش تحوش، فبتقدر إن هي تدبقي نفسك في 300 400 500 جنيه، اسحبيهم من مرتبك على طول، خشي بيهم الجمعيه وظبطي الميعاد بتاعك على الموسم اللي انت بتحتاجي فيه الجمعيه. هتلاقي نفسك ان انت سيستمتي حياتك، ان انا في حد كأن في حد بيديكي دفعه في الوقت ده وفي التوقيت ده، بحيث يخليكي تكملي وان انت تشتري احتياجاتك وان انت تشتري المطالب. دي بتبقى مساعدتك جنب الراجل، هو اتجاهه في حاجات كتيره والله كفت الدنيا كفت، طب ما كفتش انا ببقى عامله احتياطي اللي هي زي ما بيقولوا ايه كده نوايا بتسند الزيرو. النوايا دي اللي هي 2000 3 4 الجمعيه اللي انت عاملاها. فطبعا في الوقت ده بيسدوا الدنيا، بيسدوا الدنيا، بيخلوا الدنيا تمشي وبيخلوا الدنيا تتظبط شويه بشويه احسن من الاول. ف فانا صراحه برجح الجمعيات جدا. اما انا واحده من الناس ما بعرفش احوش، لو ما كانتش الجمعيه تمسكني ما بعرفش احوش. فالجمعيات يا جماعه من الناس اللي ما بتعرفش تحوش وتقول لك لا انا على ايه انا لسه هاخدها قد كده، لا انت ممكن تكون خلصت الجمعيه خلصت وانت اصلا لا حوشت ولا عملت اي حاجه. فاحنا مش عايزين يعني يبقى في مشاكل في بيتنا بسبب الحاجات دي، لان انا بشوف مشاكل كتير وبيصعب عليا ان الايام الحلوه دي تتنكد بسبب اكل وشرب وحاجات. احنا يعني الايام دي ايام جميله جدا جدا جدا، مش عايزه حد يزعل، مش عايزه حد يتاثر بالحاجات دي. هنعمله ان شاء الله. واللي ما تقدرش زي ما قلت لو هتعملي كيلو دقيق هيبقى بمقام 2 كيلو وربنا هيبارك فيهم. وكل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم الايام بخير يا رب يا رب يا رب، يكبر خاطركم يا رب، يكبر خاطركم ويروق بالكم وبالي يا رب. ويبقى كده بصوا يعني الايام اللي جايه دي مفيش احلى منها عليكم باذن الله، تطلعوا من رمضان كسبانين وربحانين ان شاء الله. اللي ما شافش قناتي انا ميمو سمير، يا رب كده اكون دايما عند حسن ظنكم في قناتي فنجان قهوه مع ميمو. طبعا اتمنى منكم وانت بتتفرجي كده هو ما تبخليش عليا بلايك وبشير وبسبسكرايب للقناه علشان تكبر بيكم وليكم ان شاء الله، واقدر ان انا اقدم لكم كل جديد وكل نصايح ست البيت الجميله اللي انا منهم انا منكم وانتم مني، كلنا زي بعضنا ولكن احنا بنضيفوا لبعضنا حاجات صغيره كده نقدر ان احنا نكمل الحياه بيها مع اصحابنا واخواتنا وحبايبنا وكل ما لينا هو انتم. اشوفكم على خير يا رب في رعايه الله، يا رب كده ان شاء الله دايما اسمع عنكم كل خير باذنك يا رب. باي باي.